وازيكم اهلا بيكم فيديو جديد. فيديو النهارده هو ازاي تقدر تعمل تأثير فلاش او سرعة فلاش بالانيميشن والكلام دوت حلو جدا على برنامج فيلمورا 12. وفي طريقتين عشان تقدر تعمل التأثير ده. اول طريقة ودي طريقة صعبة ومعقدة ولكن بتدي نتيجة احلى من اللي انت شفتها في المقدمة بتاعت الفيديو، ولكن دي انا مش هشرحها في الفيديو ده لانها فعليا طريقة معقدة جدا وصعبة وانت مش هتعملها على الاغلب، فعشان تعملها مظبوط هتاخد منك وقت ومجهود كتير جدا هتكسل انت تعملها. فالفيديو دوت هشرح لك فيه الطريقة التانية وهي الطريقة الاسهل والابسط واللي هي لذيذة كده تقدر تعملها في 5-10 دقايق وتفرق معاك في الفيديو. فبدون اي تأخير خلينا نروح على الكمبيوتر ونبدأ في الطريقة التانية. اول حاجة تعملها بعد ما تفتح برنامج ويندوز شير فيلمورا بتاعك عشان تعمل تأثير فلاش، هتسحب الملف اللي انت صورته او الفيديو اللي انت صورته، المقطع اللي انت صورته، هتيجي بقى لغاية هنا اهو. هنا بقى احنا عايزين ان احنا نعمل كي فريمز عشان نسرع الحركة، فهندخل عند كلمة انيميشن او ندخل عند قصدي سبيد، بعد كده سبيد رامبنج. المفروض طول ما هم حاطين انيميشن سبيد رامبنج بس ما علينا، ندخل بقى عند السبيد رامبنج ونعمل كاستم. تمام، هتيجي عند تمشي قدام شوية وتشوف ايه النقطة اللي انت عايز تبطئها. انتوا شفتوا كان في نقطة انا مبطئها اللي هي النقطة دي اللي هي دي بالظبط، ففي النقطة دي انا هحط كي فريم او نقطة هنا وانزلها -50 اللي هي هنا، لان انا مصور على 60 فريم، ممكن تصور اسرع او ابطأ كما تحب يعني. ونط وصل لغاية هنا، فهخلي الجزء ده ثابت على 50 بالشكل ده، ولكن بعد كده يفضل ثابت عادي السرعة الطبيعية. واول لما يقوم هو بيقول لي يا عم بقى ما تتعبنيش معاك يا عم، فما علينا. اول ما يبدأ هنا يجري هحط كي فريم تانية وهزود بقى دي للاخر وازود دي للاخر بالشكل ده زي ما انتم شايفين. والجزء ده اللي هو اصلا كان بيبطئ فيه هخليه برضو زايد للاخر واحط كي فريم تانية هنا وازودها للاخر بالشكل ده. كده عملنا الجزء السهل اللي هو بياخد شوية وقت بسيط ومش عارف ايه. نيجي بقى للأجزاء الصعبة بقى. أيوة ده الجزء السهل مش الصعب. هتمشي 1 فريم كده، واللي هتعمله انك هتاخد adjustment layer اللي هي دي وهتحطها من عند أول فريم وتمشيها طول التايم لاين بالشكل ده كده. تمام، بعد كده هتعمل تيجي عند كلمة effects وهتكتب هنا كلمة directional blur او motion blur، والاتنين يعتبر واحد شوية. انا كتبت motion غلط اللي كتبته ده motion blur. هنسيبها شوية تحمل، هتلاقيها دلوقتي في السيرش وهي هي direction blur. انت تسحبها وتحطها على ال adjustment layer مش على المقطع، وده لان احنا عايزين نخلي ال adjustment layer اول حاجة نخليها هنا 180 عشان تبقى بالشكل ده، وانا عليها حبة حلوين يعني كده، ممكن على 24 حلوة جدا. اللي احنا عايزينه هنا بقى ان هنحدد الدايركشنال بلور او الموشن بلور دي على الشخص اللي احنا بنعمله او عليك انت بس. فهتيجي عند كلمة layer وبعد كده هتيجي عند المفك القفل ده القفل ده وهتلغي التحديد بتاعه، وده عشان تقدر تتحكم فيها بالشكل ده. هنا هيبقى اول فريم بدأت تظهر منه، لكن احنا عايزين نبدأ من بره فهنحطها هنا بالشكل ده. بعد كده تفعل الكي فريم، هتمشي فريم 1 عشان احنا مسرعينها دلوقتي فهي سريعة، فالفريم الواحد اكنه 3. هتمشيها بقى هنا وتحركها بالشكل ده. معلش رجعت لك ورا، تقدر تتحكم بقى فيها كده، تكبرها تصغرها زي ما تحب، وتمشي فريم 1 وتكمل، فريم 1 وتكمل، وهتفضل تعمل كده لغاية لما تخلص المقطع بتاعك كله. بص بقى هنا الجزء اللي هو بينط فيه. تمام، فهنحط هنا كي فريم، هنمشي تكة وهنمشي تكة واحدة، وفي نفس الوقت هنقلل الاوباستي هنا، يعني هنحط بس كي فريم على الاوباستي، نمشي تكة قدام نمشي تكة قدام ونقلل الاوباستي. تمام، هنمشي تكة قدام تمشي تكة كده تقلل الاوباستي، وخلصنا كده من التأثير ده. لو عايز تكمله طبعا على الاخر اللي هو بيبدأ يجري تاني والكلام ده براحتك، دي حاجة ترجع لك انت، ولكن الشرح مش عايزين نطول قوي في الموضوع ده.
فكده عندنا المشهد بقى كويس شغال وهو بيجري والكلام ده، ومش هيبان بسبب الحركة السريعة في الموضوع ده كله. تمام. ولكن احنا عايزين بقى نحط التأثير نفسه اللي هو يبان ان في حاجة بتحصل، فهنحط الاكستريم او الشيك. فهنيجي عند كلمة فيديو افكتس والشيك، وهنيجي مثلا عند اكستريم 1. اللي انا افضل ان انا اعمله هو ان انا احطها فوق الادجستمنت لاير كلها بالشكل ده اللي هو فوقها بالظبط او الفريم، وامشيها لغايه الجزء اللي بيبدا يقعد فيه كده اهو. هنا هقلل بس التأثير شويه لان الفريكونسي عاليه جدا، فاقللها شويه لو هتبقى بطيئه جدا مش بالشكل ده. الموشن بلور ممكن تلغي كل حاجه وتخلي الموشن بلور بس، ولكن احنا عايزين الكلام ده كله. فاللي هيبقى جاي هيبقى فيه زي فايبريشن كده خفيف، وبعد كده هنحط كي فريم في الاخر خالص نفس الشيء عشان تقلل التأثير. نحط كي فريم هنا، وهنيجي من هنا وهتشيل الفريكونسي خالص مع دول بالشكل ده. ترجع طبعا هنا وتحط الكي فريمز بتاعتك عشان تظبط الدنيا دي كلها. فهنيجي هنا كان في ايرثكويك جامد، بعد كده راح خالص بس كده. فده بقى عامل زي تأثير ذا فلاش. عايزين بقى نحط الالوان والدنيا دي كلها، تقدر تحملهم من على اليوتيوب. اكتب فلاش جرين سكرين او فلاش لايتنج. انا حملت دوت، شكله لطيف الصراحه، وهو خلفيته لونها اسود. افضل الخلفيه لونها اخضر لان انت تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز والكلام ده. الخلفيه لونها اسود اول ما تحطها هنا هتعمل لك حركه مش لطيفه، انك هتيجي عند كلمه فيديو بعد كده بلند وتخليها سكرين، ولكن عشان نخليها قد فلاش بالظبط فانت هتصغرها، ففي حواف كده يعني حواف كده مش لطيفه. هنيجي بس عند اول بقى فريم خالص اللي هو بيدخل فيه، طبعا هو بيدخل من اليمين الافكت ماشي شمال، فهنعملها ازاي؟ هتشقلبه. هنيجي بقى عند اول الافكت خالص وهنمشي فريم باي فريم، وهنا هنمشي نفس الشكل بالظبط اللي الافكت ماشي معاه. يعني هنعمل بقى كي فريم هنا وهنمشي فريم 1 وهنمشي معاه بالشكل ده كده، وبس كده. هو ده الافكت ده بقى. تعمل اي حاجة تانية تعدل عليها، اذا كان تقلل البلور اللي هو الجامد شوية اللي انا مزوده هنا ده، تقلل النسبة شوية. ممكن ان انت تشيل التأثير اللي هو بتاع الاهتزاز ده او تزوده او تحط واحد تاني لايق على المشهد اكتر، او انك وهو جاي بيقعد مثلا في الحتة دي بالشكل ده انك تشيل او تعمل المقاطع بتاعة القعدة دي، انك تمسحها كده واحد كل فريم لغاية لما تشيلهم كلهم يعني، ويبقى معاك فاضي وكلين والدنيا دي. وفي الاخر خالص تقدر تعمل ادجستمنت لاير اخيرة، وهي بقى اللي تعمل عليها الكولر جريدنج بتاعك وتلون بقى المشهد والكلام ده، زي مثلا الايفكت دوت او البريست ديت. مش عارف مش بتطبق ليه ولا كده اتطبقت خلاص. كده اتطبقت خلاص. فهديك اشكال كتيره وزي ما انت عايز، تقدر تحكم كامل زي ما انت عايز في الفيديو. هنا في الافكتات كل حاجه تقدر تعملها لو انت حطيتها جوه الادجستمنت تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز، وتستخدم الافكتات. دور على يوتيوب هتلاقي افكتات كتيره بتاعت ذا فلاش لايتنج، اكتب بس ذا فلاش وجرين سكرين جنبها وهتلاقي اكتر من 100 افكت تقدر تحمل المناسب مع المشهد بتاعك. وبس كده. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه المشترك، تعمل شير لكل اصحابك، تقول لي رايك في التعليقات اسفل الفيديو عجبك ولا لا، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.